الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. صدق الله العلي العظيم. عنوان بحثي هو تدبري من سورة آية من سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم: القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. هذه الآية نريد أن نثبت بأن القيا خطاب من الله سبحانه وتعالى، ليس فقط أو ليس للملكان الموكلان بالإنسان، بل هما لشخصين، هما محمد وعلي عليهم الله الصلاة والسلام. وردت هذه الآية قلنا في سورة قاف. بعض من فضائل سورة قاف قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، حتى أقبل الحديث بما هو صحيح. قال الإمام الباقر عليه السلام: من أدمن في فرائضه ونوافله سورة قاف وسع الله عليه في رزقه وأعطاه كتابه في يمينه وحاسبه حسابا يسيرا. قاف من الحروف الهجائية التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب. ورواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بأن قاف هو جبل محيط بالأرض وقدرة السماء منه، وبه يمسك الله تعالى الأرض أن تميد بأهلها. هذه رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. نريد أن نثبت بأن القيا في جهنم هما محمد وعلي عليهم الصلاة والسلام. مبحث الأول: معنى الظاهري في التفاسير الظاهرية بأن القيا هما الملكان الموكلان بالإنسان، وهما السائق والشهيد. السائق هو الذي يكتب السيئات، والشاهد هو الذي يكتب الحسنات، كما جاء في الآية اللي تسبق هذه سورة قاف: القيا. بسم الله الرحمن الرحيم: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا السائق وهذا الشهيد يقال بأنهم هم الملكان الذين سيتمثلان في إلقاء كل كفار عنيد في جهنم. والسائق كاتب السيئات، والشهيد هو كاتب الحسنات. وهناك ثلاث استفهامات: هل أن السائق والشهيد سوف يلقون في جهنم كل كفار من زمن آدم إلى يوم القيامة؟ كل كفار يلقونه في جهنم؟ هذا السؤال نجيب عليه إن شاء الله. الثاني: هل ممكن أن يكون الخطاب لمالك خازن النيران؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بكلمة القيا وهي مثنى، لقال يا مالك ألقي في جهنم، كما قال يخاطبونه أهل جهنم، يخاطبون مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن مالك بالمفرد، فهذا الاستفهام ليس صحيح. الثالث: هل بأن الله تعالى يخاطب الملائكة الغلاظ الشداد الذين هم خزنة جهنم، هل يخاطبهم الله تعالى ألقوا؟ كان الجواب كلا، قال لهم ألقوا بصيغة الجمع. ألقوا يا مثل ما كان في آية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. إذن كانت بصيغة الجمع، وهذا أيضا منافق. إذن هناك شخصان الله سبحانه وتعالى يخاطبهم بهذه السورة، بهذه الآية: القيا في جهنم كل كفار عنيد. نعود للسؤال الأول: نثبت من روايات أهل البيت عليهم السلام، فقد وجدت أكثر من 10 أحاديث، 10 روايات تدل بأن السائق هو علي بن أبي طالب، والشهيد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واحدة من هذه الروايات عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال عليه السلام: السائق هو أمير المؤمنين عليه السلام، والشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب مصدر تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، الجزء الأول في صفحة 589. إذن الآية تثبت بأن السائق هو علي، والشاهد هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
المبحث الثاني، هل إثبات المخاطبان هو محمد وعلي في كلمة القيا؟ أولا، بما أننا أثبتنا من رواية الإمام الصادق عليه السلام بأن السائق علي والشاهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذه الآية مخاطب بها شخصان من الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يلقوا في جهنم كل كفار، كفار وهو شديد الكفر. وجاءت أيضا ثانيا جاءت بصيغة المثنى وليس بصيغة الجمع. نثبت بأن ألقيا في جهنم كل كفار عنيد هم المخاطبان محمد وعلي من رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت في كتاب الأماني للشيخ الطائفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة لي ولعلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الرواية: أدخل الجنة من أحبكما وأدخل النار من أبغضكما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت في وفي علي بن أبي طالب، وذلك إن إذا كان يوم القيامة شفعني ربي وشفعك وكساني وكساك يا علي، ثم قال لي ولك يا علي: ألقيا في جهنم من أبغضكما وأدخل الجنة من أحبكما. انتهت هذه الرواية. إذن الآية تخص محمد وعلي، فمعناها يا محمد يا علي ألقيا في جهنم كل كفار عنيد اتصف بخمس صفات. الأولى كفار وهو شديد الكفر والتكذيب لمحمد وآل محمد، والعنيد معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بأحقية آل محمد بالأمر. ثالثا مناع للخير كثير المنع لمحمد وآل محمد ولولاية علي وحقوق آل بيته. معتد الرابعة معتد متعد عن حده مريب كثير الشك، إذن كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. هذه تخص شخصان بشخصان. نعم. وهذه الرواية تثبت بأن محمد وعلي عليهم الصلاة والسلام الله تعالى يخاطبهم بألقوا في جهنم كل كفار عنيد. والسلام عليكم. قبل عفوا، المصادر اللي استفدت من عندها في هذه تفسير الموضوع لسورة القرآن الكريم المجلد السابع، تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي، الميزان في تفسير القرآن، إعراب القرآن، البرهان في تفسير القرآن، تفسير نور الثقلين، وتفسير من هدى القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم.